اسمي آيات بدركراد، الجنسية سورية. مكان العمل مشروعنا قائم يعني عمل منزلي بالمنزل. فكرة العمل، احنا مشروعنا إنتاجي متناهي الصغر، بهدف يعني إلى إقامة مشروع رابح وله أرباح وفيرة من خلال إنه بنقدمه للسوق، ندعم السوق بمنتج يمتاز بالجودة العالية وبالإتقان وبالسعر المناسب لكسب العملاء كزبائن دائمين. فريق العمل واحد أني سورية والشريك زوجي أردني. استفدنا عدة شغلات من خلال التدريبات اللي أخذناها معكم. استفدنا أنه أول إشي يعني الواحد يفكر بخطة العمل وقبل إقبال المنتج على السوق، وأنه استفدنا نحسب نقاط القوة ونقاط الضعف واستغلال الفرص المتاحة لنا بالسوق والتسويق الممتاز يعني، وتقديم دائما الإشي الأفضل، والهدف يعني الرئيسي إن الواحد يكون عنده ثقة بنفسه ويعني يظل عنده إرادة لشغله. يعني خطط المستقبلية، المشروع قابل للإقامة والاستدامة، ويعني إن شاء الله إذا تطور هالمشروع وتقدمنا إنه الواحد بيفتح له مصنع صغير لإنتاج المنتجات.